اليوم جبت ليك دجاج محمر اللي كيجي لذيذ ورائع وفي متناول الجميع. بسم الله على بركة الله. كنبداو بالمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. بسم الله. كنحتاجو هنايا الدجاجة من وزن 2 كيلو او كيلو ونصف. كنغسلوها مزيان بالماء والملح والحامض صافي. كنخليوها حتى كتسقطر. كنجيو كنشرملوها الشرموله ديال الدجاج المحمر اللي كتجي رائعه وكتخلي الدجاج فتي ومقرمش ورائع ولذيذ. كنحتاجو هنايا معلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال الابزار، ومعلقه ديال الخرقوم، وضامه الزعفران، والسمن الحر، القزبر ومعدنوس، والثومه محكوكه، والماء والحامض مصير. كنخلطوا كلشي في هاشوار وكنشرملو الدجاجه ديالنا مزيان. كندخلو ديك الشرموله ما بين الجلده واللحم ضروري وتخليوها ترتاح لمده ساعه، او تقدروا تبيتوها كاع نتوما في الثلاجه. في هاد الشرموله راه كتجي رائعه وفتيه والمذاق ما نعاودش ليكم خطير. صافي هنا من بعد ما شرملتها كنطرطق ليها دوك العظيمات صافي. كنجيبو البصله كنشلضوها. هاد الطريقه جربوها للمبتدئات اللي ما كتعرفش دير دجاج محمر. هذه راه طريقه مضمونه وناجحه 100%. هنايا كنحتاج 4 البصيلات. هاد الدجاجه انا درت فيها 4 البصلات. نتوما شوفوا الاعداد ديال الافراد ديال العائله. صافي كنشلضوها فوق منها، كنقطعوها بحال هكايا صافي. من بعد ما كنقطعوا ديك البصله ديالنا كنجيبوا كوكوط او الجميله اللي عندك. انا هنايا درتها في الكوكوط صافي. كندير ديك البصله حتى هي مع ديك الشرموله، كنحط عليها الدجاجه ديالنا وكنخوي فيها الماء. ما ديروش الزيت، ما ديروش الزيت في المرحله الاولى صافي. كنديروها فوق البوطه حتى كتشحر لينا. كتشوفوا صافي. كنبقاو نقلبوها باش ما تلصقش لينا. ضروري ديما تبقاو تحركوها باش ما تلصقش لكم من الصدر. وما تسدوش الكوكوط، ضروري تخليوها محلوله صافي. هنايا راه زدت الماء اللي غادي تضيف فيها الدجاجه ديالنا وكنبقى نحركها بحال هكا. المهم الطريقه راه واضحه لكم في الفيديو صافي. من بعد ما كتشحر لينا ديك الدجاجه ديالنا وكنبقاو نقلبوها على الجويه، على الفخاد وعلى الصدر وعلى ظهرها. المهم كنبقاو نقلبوها. انا هنايا حيت ما تبغيش تقلب ليا بهذيك الملعقه ديال الخشب كنبقى ندير القطيب. هذه حيله سهله، او تقلبوها غير بالقطيب باش ما تحلش ليكم صافي. هنا من بعد ما طابت لينا الدجاجه ديالنا كنزيدوا الزيت وكنخليو ديك البصله طيب. وزدت هنايا شويه الزيتون وكنحركو وكنخليوها ديك المريقه ديالنا حتى كتنشف تيبان لكم الزيت من الفوق. هنايا كنقلي الفريت. انا درت هنا الدجاج والفريت حتى كتبان لكم الزيت من الفوق. هذا هو السر اللي كيخلي هذيك المريقه يكون الزيت الفوق، حيت كاينين الناس اللي تيبغيو داك الزيت الفوق. ما خاصش ديري الزيت في الاول مع الدجاج، تخليوه حتى يطيب عاد ديروا الزيت.
صافي هنايا جبت معلقه ديال الزبده، معلقه ديال المطارد والتحميره. صافي كندهنوا الدجاجه ديالنا، كندخلوها للفران تحمر. انا هنايا دخلتها للفران، ما قليتهاش في الزيت. كاين اللي كيقليها وكاين اللي كيديرها في الفران، ولكن راها وصفه جات خطيره والمذاق. كنتمنى ديروا لايك الفيديو وتخليوا لي شي كومونتير وتبارطاجيو الفيديو الا عجبكم مع الاهل ديالكم والاحباب. وشكرا لكم بزاف على تعاليقكم الزوينه وتفاعلكم، الله يعطيكم الخير. صافي هنايا من بعد ما طابت لينا الدجاجه ديالنا والمريقه ديالنا، صافي كنديروه في طبسيل صحن التقديم. صافي وكنجيبو ديك الفريت اللي حتى هي قليناها، كنحطوها بحال هاد الشكل. راه كتجي رائعه، جربوها، لذيذه لذيذه ورطبه مقرمشه. وديك الشرموله راه يا سلام، داك المذاق رائع. صافي هنايا كنديرو شويه ديال الهريسه، اللي كيبغي الهريسه كنديروها شويه ديال الحامض. كنتمنى بارطاجيو ليا هذا الفيديو، ومع السلامه الى الفيديو القادم ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف على تفاعلكم معايا، راه وصفه تستحق التجربه. ومع السلامه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.